مرحبا. سنحاول في هذا اللقاء الحديث عن مدخل من المداخل الممكنة إلى الفلسفة، ويهم هذا اللقاء تلاميذ السنوات الثالثة وتلاميذ السنوات الرابعة، وخاصة السنوات الثالثة ثانوي، يعني آداب وعلوم يعني، وكل من يريد الدخول إلى عوالم الفلسفة مهما كان طالبا أو غير طالب، متعلما أو غير متعلم، المهم من يريد أن يعرف ويدخل إلى الفلسفة. وما دام الأمر كذلك فإننا سنتناول هذا المدخل انطلاقا من البرنامج الرسمي لسنوات الثالثة، سواء الشعب العلمية أو شعبة الآداب، وهو برنامج متشابه جدا، وهو مدخل من المداخل الممكنة والجيدة للفلسفة. في هذا البرنامج يعني سأتحدث عنه، سأحاول أن ألخص البرنامج كاملا. طبعا هو تلخيص يعني مبسط، يعني نوع من المقاربة، مقاربة بشكل نموذج إن شئنا لهذا البرنامج في مجمله. إذن البرنامج المدخل إلى الفلسفة يتكون من ثلاثة يعني مسائل. المسألة الأولى هي علاقة الفلسفة باليومي، المسألة الثانية مقتضيات التفكير، والمسألة الثالثة الالتزام. المسألة الأولى الفلسفة واليومي، هنا الرهان في هذه المسألة هو الانتقال من اليومي إلى الفلسفي، بمعنى أن نحمل التلميذ أو المتفلسف أو من يريد الدخول إلى عوالم الفلسفة، سواء كان تلميذ أو غير تلميذ، من حياته اليومية كما يعيشها إلى عوالم الفلسفة. والهدف هو أن نبين أن الفلسفة ليست مثاليات، وليست تفكيرا صعبا، وليست تفكيرا مجردا، وليست عيشا في برج عاجي، بل هي لصيقة بنا في حياتنا اليومية. لذلك فيمكن أن ننطلق من الحياة اليومية التي نعيشها، من الروتين الذي نعيشه، من الأحاديث التي نتحدثها في المقهى وفي الحافلة وفي الأماكن العمومية وفي العائلة وفي غيرها، من الأشعار التي نشاهده، من الدعاية التي نستمع إليها، من الآراء العامة التي نتعامل معها. يمكن انطلاقا من هذه الأشياء أن نتفلسف، يعني أن نحول حياتنا اليومية إلى حياة فلسفية. وفي هذا بيان بأن الفلسفة ليست أمرا خرافيا، ليست أمرا غريبا، ليست أمرا غير يعني غير مفهوم أو غير مقبول أو غير معقول أو غير، هو أمر خيالي. نعيشه كل يوم. مثلا في أحاديثنا اليومية يمكن أن نتحدث في العائلة على المائدة الإفطار، يمكن أن نتحدث في الشارع، يمكن أن نتحدث في المقهى، يمكن أن نتحدث في وسائل النقل، في الأماكن العمومية، في كذا إلى غير ذلك، في الأماكن التي نعيش فيها كل يوم. نتحدث حديثا مثلا فنقول إن الجماعة الفلانية تتميز بكذا، والجماعة الفلانية تتميز بكذا وتتميز بكذا. هذا الحديث الذي نتعود عليه كل يوم يمكن من خلاله ما نعيشه كل يوم هذا الحديث، فنقول مثلا المجموعة إكس، القبيلة إكس، أو المدينة إكس، أو الجماعة إكس تتميز بكذا. من خلال هذا الكلام الذي يمكن أن نسمعه في أماكن كثيرة، في العائلة وفي المحطة وفي المقهى وفي عند بائع الخضار وكذا، يمكن من خلال هذا الشيء، هذا الكلام، أن نتفلسف. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن نستخرج ما هو حكم مسبق، وما هو رأي شائع، وما هو مغالطة تعميم متسرع في مثل هذا الكلام. فنقول مثلا في حياتنا اليومية توجد آراء منتشرة في المجتمع تعبر عن تعميم متسرع، تعبر عن مغالطة، أو تعبر عن حكم مسبق، يعني تعبر عن موقف غير متفحص وموقف غير مدروس ومتسرع حول جماعة أو حول فئة أو حول مدينة أو حول شخص إلى غير ذلك. فبهذه الطريقة نحن تفلسفنا،
يعني نحن انتقلنا مما هو سطحي ومما هو متداول ومما هو لا مفكر فيه إلى ما هو مفكر فيه. الإشهار يمكن أن نشاهد في التلفزيون ونحن نشاهد مسلسل أو نشاهد أخبار أو نشاهد برنامج وثائقي أو كل شيء ويخرج إشهار. من خلال ما نعيشه من خلال هذا الإشهار يمكن أن نتفلسف فنقول لماذا وجد هذا الإشهار؟ ما هي الغاية من هذا الإشهار؟ ما هي الرسائل التي يمكن أن نستخرجها من هذا الإشهار؟ لماذا هذا الإشهار بالذات؟ فعملية التفكير في الإشهار مثلا أو في الدعاية بروباغندا في التلفزيون هي طريقة من طرق الأولى الخطوات الأولى للتفلسف. إذا نستنتج من خلال هذين المثالين أن الفلسفة قريبة من الإنسان وليست أمرا غريبا وليست أمرا خياليا وبعيدا كل البعد وأمر لا يفهمه إلا البعض أو خرافة أو لا هي أمر بسيط. يعني يمكن لأي إنسان أن يتفلسف، طبعا تفلسف بالمعنى البدائي وبالمعنى الأولي وبالمعنى البسيط وليس بالمعنى العميق في حياته اليومية. يعني ماذا؟ يعني أن نحول ما نعيشه من طابع لا مفكر فيه إلى طابع مفكر فيه. إذن هكذا رأينا أن الفلسفة قريبة منا. إذن هذا عموما طبعا باختصار كبير مسألة اليومي والفلسفة. يعني هذا الرهان سينو عندنا برشا ديتاي لازمنا نعرفوا ما هو الرأي ونعرفوا ما هو الإشهار وما هو الدعاية ما هي الأحكام المسبقة ما هو اليومي، ولكن هذا باختصار هذا الرهان هذه الغاية التي نرمي إليها من خلال هذه المسألة الأولى، وهي أن نتبين أن التفلسف أمر قريب منا نحن كتلاميذ أو نحن كطلبة أو نحن كمتعلمين أو كغير متعلمين أو كمهندسين أو كأطباء أو كنجارة أو كحدادة أو كبناء. يعني أي إنسان يمكن أن يقترب من الفلسفة يمكن أن يفهم الفلسفة، ليست حكرا على دارس الفلسفة في الكلية وفي الجامعة ومختص فيها. وبناء عليه فاليومي هو ما نعيشه دون أن نفكر فيه ويتكون من مما نعيشه من التكرار ومن العادة ومن المألوف، ويتجلى هذا في الأحكام المسبقة وفي الآراء وفي الإشهار وفي الدعاية وغيره. وأن هذا اليومي نحن عادة لا نفكر فيه ونعيش بطريقة طبيعية بديهية. تأتينا الفلسفة فتقول لنا لا، يجب أن نفكر في هذا اليوم ويجب أن نجعله فضاء تفكير. بهذا الأمر يعني بهذا الانتقال من اليوم اللا مفكر فيه إلى اليوم المفكر فيه ندخل في عوالم الفلسفة. إذن هذا اللقاء نصل إلى نهايته وسنواصل إن شاء الله في لقاء ثاني وفي لقاء ثالث المدخل إلى الفلسفة انطلاقا من البرنامج الرسمي لسنوات الثالثة. وشكرا على المتابعة، ولا تنسوا طبعا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.